كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم عن طبيعة ثنائي الفريق مصطفى شلبي ومصطفى الزناري خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي عقب نهاية مباراة الزمالك منذ قليل مع البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري العام والأسبوع العشرين. فاللقاء الذي انتهي منذ قليل وحقق الزمالك فوز منذ قليل على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف سجل أحمد سيد زيزو ليحصد 3 نقاط مهمة، حيث كشف عن تعرض مصطفى الزناري لاعب ومدافع الفريق إلى إصابة في العضلة الخلفية. أما مصطفى شلبي لاعب الفريق فتحدث محمد أسامة عن إصابته عبارة عن إصابة في العضلة الضامة. الثنائي سيخضع لفحوصات طبية في الساعات القادمة.